اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في يوميات بيتي. النهاردة روتين كله نشاط وحيوية. قبل ما نبدأ الروتين لسه ما اشتركش في القناة، انزلي اشتركي في القناة من الزرار الأحمر تحت الفيديو وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل يومياتي. أنا أم كريم ودي قناتي يوميات بيتي. النهاردة روتين كله نشاط وحيوية، ويلا بينا ندخل نشوف هنعمل ايه. أولا احنا فطرنا وخلاص، قدامي شوية كده مواعين من الفطار هبدأ اني اخلصه. قبل اي حاجه اما ابدا اي حاجه هعملها في قلب البيت، دايما ابدأي من اي حاجه بتكركب المطبخ. طبعا اللي بيكركب المطبخ كنا عارفين ان المواعين هي اللي بتكركب المطبخ وبتدي شكل مش حلو. فخلاص انا اتخلصت منها، هبدا اعمل بقى الغدا، هبدا اعمل اي تنظيفات عندي اي حاجه. فاول حاجه انا ببدا بيها ببدا بالحوض. خلاص الحوض بقى نضيفه زي الفل وبنشفته، هبدا ان انا اشوف انا هعمل ايه. انا هنا ولعت على التسبيكه بتاع المحشي، كلنا شاطرين وجادعين وبنعرف نعملها. وممكن اقول لكم انا بسبك المحشي ازاي، يعني تسبيكته بتبقى مميزه جدا بالنسبه لي، بتبقى حلوه يعني. فلو عايزين اطلبوا مني في الكومنتات وانا هعملها لكم. فانا هنا كنت على الفطار، خلصت فطار وقمت على طول ولعت على تسبيكه المحشي. وانا خلاص هنا برضو نقع الفراخ في ميه وليمون وملح وخل وسايباها على جنب. بدات ان هنا معايا كبد وقوانص، بدات ان انضفها. بشيل الدهون البيضاء اللي بتبقى في القناصه دي كلها بتبقى دهون ثلاثيه وبتبقى مضره جدا مش مفيده، فانا بشيلها بتخلص منها. هنا بقى غسله الرز عشان المحشي، وغسله الرز عشان ايه، هحشي الفراخ بالكبد والقوانص دي والحمامتين اللي معايا دول. دخلت بقى على الاوضه، فتحت الاوضه كده، نملى البيت بقى حيويه ونشاط كده، والشمس تدخل البيت كده، والدنيا كده ايه يدخلها طاقه ايجابيه، ونشيل بقى الطاقه السلبيه بقى، فاهميني. فبدات كده اشيل السجاد كده واطلعه البلكونه برضو عشان ايه ياخد ايه شويه من الشمس. عشان كده ايه هنكنس وهنمسح وبرضو شلت السجاده اللي في الطرقه والسجاده اللي في الاوضه، وهبدا برضو اشيل اللي في الصاله. اهو زي ما انتم شايفين بدات شيلت السجاده اللي في الصاله. بدات اهم حاجه عندي بقى هشيل بقى ايه اي تراب او اي حاجه، عشان الاولاد كانوا حواليا ما يشيلوش يطلعوا السرير او كده. انا مش هغير فرش السرير لان كنت قبلها بيوم مغيره. تمام. فهبدا كده بس اشيل كده قبل ما اعمل اي حاجه، هبدا كده اشيل اي تراب على الارض عشان الاولاد رايحين جايين حواليا ايه ميشيلوش من هنا يطلعوا على الانتريه كده، يعني يطلعوا على السرير كده. فهبدا اكنس الاول اهو زي ما انتم شايفين كده. يلا اللي عندها حاجة تقوم تعملها وتخليها نشاط كده وحيوية كده، تذكر ربنا وهي بتعمل الحاجة هتلاقيها هانت معاكي. لو عندك اي حاجة كده قومي اعمليها وخلصيها الاول. اهم حاجة اول حاجة تبدأيها عشان تبدأي يومك بنشاط وبحيوية، تقومي تفتحي الشبابيك وتقومي تصلي كده ركعتين كده لله، وربنا هيعينك على اي حاجة. شغل البيت مش صعب ومش تقيل، بس احنا اللي بنكاسل بنقعد على السرير بنمسك الموبايل. كارثة بقى لو مسكت الموبايل وقعدتي وكسلتي، خلاص بقى محدش هيقيمنا. فانت كده اهم حاجة تخلصي اللي وراكي، وبعد كده بقى تقعدي بقى وتكفي نفسك كده بكوباية حاجة سخنة او حاجة انت بتحبيها، وتقعدي بقى تاخدي قسط من الراحة لنفسك انت. لكن ما تبدأيش يومك انك قعدتي او كده بتلاقيكي خلاص بقى مش قادرة تقومي بقى، واليوم كله بيضيع منك. انا هنا بقى رحت على الصالون، انا هكنسه بس كده، مش هشيل السجاده ولا حاجه لان هو نظيف. هو المكان ده احنا مش بنقعد فيه، تمام. هل المكان بقى اللي احنا بنقعد فيه ايه كارثه قوميه. هنا بقى في حاجات كده بتبقى واقعه تحت الشلت، انا هشيلها هنا بالفرشه الناعمه دي قبل ما اكنس طاله او اي حاجه، عشان انا ايه هنطرها كده على الارض كده بالفرشه الناعمه دي، لان مش هشغل المكنسه ولا حاجه، انا ببقى شيلها بالمكنسه. بس المره دي انا قلت انا هعملها بالفرشه الناعمه بتاع الشباك دي، وهشيل اي تراب برضو كده في الانتريه بيها. هعمل كنبه بقى اهو. انا خلصت هنا الكنبه وبقت نضيفه ما عادش عليها حاجه. خلاص هحط الشلت بقى، وهعمل برضو الكنبه الصغيره والكرسي. المكان ده اكتر مكان بيتوسخ زياده معايا، لان المكان ده احنا بنقعد فيه قعدتنا كلها كده في الانتريه. بس على مين سيبك من الكلام ده، مفيش حاجه برضو ايه بتتبهدل ولا كده، احنا ايدنا فيها على طول خلاص الدنيا بتبقى تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده عن المكان ده على الشاشه، فالمكان ده بيبقى اكتر مكان احنا بنقعد فيه انا والاولاد. خلاص بقى
انا دلوقتي هبدأ ان انا اكنس. كنست بقى الارضية برضو عشان ما فيش اي حد يروح ويجي وتبقى الدنيا مش نظيفة، وهبدأ ادخل على الاكل قبل ايه بقى، قبل ما جوزي يجي من الشغل مش هيلاقي طبعا الاكل هياخد وقت عما ايه يستوي. فبدأت كده دخلت على الاكل وقلت اولع عليه الاول. حطيت هنا ميه على النار تغلي، وحطيت فيها بصله وطماطميايه، ورق روري وحبهان ومستكه وفلفل اسمر عشان اعمل كده الميه تغلي. هحط فيها الفراخ المحشيه، يعني شوربه كده يعني. وهنا بدأت حطيت بصل كتير وحطيت عليه القنصة الاول، وبعد كده اما تبدأ كده تدخل في السوي هنزل عليها بالكبده عشان هي بتاخد وقت شويه ايه في السوي. انا هنا مش بسويها كامل لان هتبقى في الحشو. هحط بقى كمون وكزبره وورق روري وحبهان مطحون وفلفل اسمر وسبع بهارات، اي توابل انت بتحبيها، وكاري وكركم عشان يديهم لون حلو. وهحط الرز وهقلب كل الخلطه دي مع بعض. دي الخلطه اللي انا هحشي بيها الحمامتين، وهحشي بيها برضو فرخ. هما كانوا متواجدين عندي كده في الفريزر، قعدت اشوف كده انا هنعمل ايه. قلت لهم تعالوا انتوا قاعدين الاتنين لوحدكم تعملي ايه؟ فقلت هعملهم جنب الفرخه دي، وهعملهم كلهم بنفس الطريقه، هحشيهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده. الكميه طبعا ايه، كميه الكبده دي انا كنت مزوداها شويه، فهعمل شويه ايه رز اصفر جنبهم ايه بالكبد والقرن. فشلت شويه كده في الطبق كده عشان اعملهم على الرز. وهنزل كده بقى دول. دي كميه كده كافيه جدا، مش شويه رز كده مغسولين. خلاص انا هحشي بس بدول، هم عندي ايه مش كميه كبيره ولا حاجه. اهو زي ما انتم شايفين كده. هحط عليهم بقى نص كوبايه من الميه، وهسيبها بقى تشرب. اما تشرب الميه خالص اهو حطيت عليهم نص كوبايه من الميه، وهستنى بقى اما الرز يشرب الميه خالص. خلاص الرز شرب الميه عندي اهو. الرز خلاص شرب الميه زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا هطفي عليه واسيبه يبرد. هي بس نص كوبايه من الميه عشان يبقى مفلفل معاكي، ما تحشيش الحمام او تحشي الفراخ والرز سخن. لا هسيبه يهدى شويه وبعد كده هرجع له. هشيل ايدي بقى من الرز وكده، وهروح بقى المحشي بتاعي بقى. حطيت التسبيكه شلتها وحطيتها كده على الرز، وقطعت الشبت والكزبره، وبحشي في الحله اللي انا كنت مسبكه فيها، عشان كده هي حمرا كده قدامكم. بحط ورق اخضر كده تحت في اللي بيبقى في الارضيه، وقطعت قرنين فلفل كده، وهبدأ احشي زي ما انتوا شايفين اهو. خلاص بقى انا هبدأ احشي بقى من طبعا، وابقى ارجع لكم تاني ما خلاص ايه الحشو. برضو حشيت الفراخ كده، شلت ايدي برضو من الوحش وحشيت الفراخ على طول بالخلطة اللي انا كنت عاملاها، وعملتها كده بخلة، وقفلت رجليها كده بخلة زي ما انتوا شايفين عشان تبقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده. وحشيت الحمامتين وهحطهم كلهم مع بعض. طبعا السوا ده غير ده، فانا اول ما الاقي الحمام انه استوى هشيلهم، وبعد كده ايه هسيب الفراخ ايه اطول. مع ان هي فرخه ايه ما بلا بيضه، مش ما خدتش معايا سوا كتير. خلاص انا دخلت على الاوض، رجعت تاني على الاوض. خلاص الاكل عندي على النار وبدا يستوي، فانا خلاص بقى ايه، خلاص الغدا عندي تمام. هبدا البخاخه بتاعتي دي انا مبغرهاش فيها خل وميه، وببدا امسح بيها اي خشب. همسح الخشب بتاعي كله، وبعد كده بقى هجيب بقى الشرشوبه وهبدا اسيح اهو زي ما انتم شايفين كده. بقى الارض انا حاطه في الشرشوبه دي غطا بس من الجنرال على رتلين من الميه، وتمام بيتخلي الارض تلمع وريحتها حلوه. هبدا برضو امسح الصاله كده، وهجيب بقى من تحت الكنب وهزق الكنب اهو، وهجيب من تحت الكنب وكده. الحقيقه انا عامله الروتين ده بعد يوم كنت نايمه فيه وتعبانه، فانا الحقيقه عشان اقوم بقى من التعب واقوم احس ان انا بقيت كويسه، بقوم كده اعمل كده شويه تنظيفات كده او تغييرات في البيت او اي حاجه. انا متعوده على كده يعني، عشان احس ان انا قمت كده من خلاص التعب راح كده من البيت، لازم اقلب البيت. انا متعوده على كده. لكن انا لو ما كنتش عملت كده ما كنتش هحس ان انا ايه، آه، هحس ان لسه كده التعب في البيت كده والعيا في البيت، فاهمني؟ انا ما كده احس ان انا حسيت ان انا هقوم وكده، احب اقلب الدنيا كده.
اهو زي ما انتم شايفين كده. شمي بقى ريحه بقى نظافه كده، والدنيا تبقى حواليك نظيفه، خلاص انت نفسيتك ذات نفسها تبقى احسن، حتى لو انت ايه تعبانه. بدأت بقى جبت كل حاجه تحت الكنب، وخليت بقى الدنيا تمام، مسحت كل حته تحت الكنب وتحت الكراسي، كل حته. اهو تمام كده. خلاص بقول له هنا مسحت تحت الكنب وتحت الكراسي، والدنيا هنا بقت معايا تمام. هبدأ بقى امسح المكان اللي في النص ده. انا جبت الاول تحت الكنب والكراسي، وبعد كده هعيد بقى على المكان اللي في النص ده عشان رجلي راحة جاية عليه. اهو زي ما انتوا شايفين كده تمام. انا الحقيقة اما اجي بكنس او بمسح ولا كده بجيب من بره لجوه، مش من جوه لبره. اهو فانا جبت كده، وهدخل بقى على المطبخ تمام. كمان جبته، بقول لكم ان انا كمان مسحت المطبخ، وببدأ كده لحد ما اروح ناحية الحمام كده، الطرقة برضو لحد ما اروح ناحية الحمام. هبدأ بقى ادخل على البلكونة عندي. انا طبعا انا كان عندي هدوم كده، وحاطه كده السجاد كده في البلكونه كده على الايه. فهبدأ كده الاول بقول لكم انا هبدأ انفض السجاد واعمله، بس قبل اي حاجه انا شلت الهدوم، لميت شويه الهدوم اللي عندي اللي على الحبل، وفرشت السجاد كده سجاده سجاده، ومعايا فرشه خشنه كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ كده ايه امشط السجاد. فيها بقى تربايه، فيها شعرايه، فيها اي حاجه بتقوم نازله، وبتديكي بقى ايه اهو زي ما انتم شايفين كده بالمقشه كده. كل السجاد اللي عندي فيها وبره، فيها تربايه، فيها شعرايه، اي حاجه بتنزل معاك وبتبقى زي الفل. هو السجاد اصلا نضيف، هو مش محتاج حاجه اهو. اي فتله اي حاجه بتروح معاكي. انا بحب اعمل الحركه دي كل فتره، بتخلي السجاد ايه نضيف، وتيجي تفرشي تاني كده بيبقى حلو. وما خلصت البلكونه والله يا بنات نزل وبر كتير، انا بقى كنستها ومسحتها. ودخلت جوه طبعا فرشت السجاد بتاعي في الطرقه وفي المطبخ وفي الصاله اهو زي ما انتم شايفين كده. وحطيت الترابيزه كده في النص، وعدلت بقى المفرش عليها، والدنيا زي ما انتم شايفين بقت تمام اهو. زي ما انتم شايفين كده بقى عود بخور بقى كده وهولعه عشان ايه الدنيا تبقى تمام. دخلت طبعا عملت الغدا، حمرت بقى الفراخ في الفرن كده تحت الشوايه، وحمرت الحمام زي ما انتم شايفين كده كانوا جمال جدا جدا جدا. وغرفت بقى المحشي، غرفت الرز كده بالكبد والقناص عشان احطها مع الفراخ، وغرفت المحشي بتاعي، والدنيا ايه محشي مفلفل وبلمع وجميل زي ما انتم شايفين كده. واتغدينا والحمد لله. النهارده بقى اليوم ده كنت انا بصور فيه القراقيش بالعجوه، فانا كنت هنا خلاص قلت هعمل لكم فيديو، لانه كانش ينفع ان اضم الفيديوهين كده على بعض، كان هيبقى طوال قوي. فانا هنا عملت كده وصورت القراقيش، ودخلت بقى غسلت المواعين كده بقى. انا كنت كمان غسلت مواعين الغدا، فدخلت غسلت بقى المواعين بتاع القراقيش اهو المنين يعني بالعجوه، فكنت عملته. فدخلت كده بقى غسلت المواعين. هو في الوقت ده هو كان في الفرن، عما كان يطلع من الفرن انا غسلت شويه ايه المواعين ده الصغيرين دول زي ما انتم شايفين كده. لا مش كان في الفرن، هو كان بيخمر. انا ساعتها كنت سايباه يخمر، فعما يخمر بقى فقلت ايه انضف ايه المكان من حواليه، مش هسيبه كده، فاهميني. وبرده المكان ده انا كنت عارفه ان انا هشتغل بقى في المكان ده، وهفرد عجين وهعجن وكده، فبدات ان اغسله اهو زي ما انتم شايفين كده. غسلت كده المكان ده وغسلته وطوقته كم مره، مش مره واحده بس، عشان انا هفرد عليه العجين وايه وكنت هعجن عليه. وقلت كده في الاخر كده فرجكوا انا عملت ايه. كان شكله حلو قوي وطعمه كان جميل، مش اول مره اعمله. وهنا القراقيش برضو الساده كانت في الفرن، والقراقيش بالعجوه كانت طلع اهو. النتيجه كانت بتاعتهم كانت حلوه جدا، والاولاد وجوزي شكروا لي فيهم قوي، كان حلوين جدا. كنت عامله اشكال